مع اقتراب موعد كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي يستضيفها المغرب، قررت السلطات اعتماد إجراء استثنائي يقضي بفرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على مواطني 8 دول إفريقية كانوا في السابق معفيين من هذا الشرط. القرار يشمل مواطني الجزائر وتونس والسنغال وبوركينا فاسو، الرأس الأخضر، الجابون، النيجر وتوغو، حيث يتوجب عليهم الحصول على تصريح سفر إلكتروني. وستطبق هذه الخطوة ابتداء من 25 من أيلول سبتمبر، وتستمر إلى غاية 25 من يناير كانون الثاني. ومعنا من الرباط سيد رشيد المسلم، كاتب وصحفي. أهلا بك سيد رشيد. هل هذا الإجراء له علاقة فقط بضمان انسيابية حركة المسافرين؟ فعلا هذا الإجراء يعني بأن تسهيل الولوج إلى الملاعب الرياضية التي سوف تحتضن منافسات كأس إفريقيا مرتبط كما قلت ب8 دول حسب المعطيات الأولية. أولا من أجل تسهيل الولوج إلى أو الدخول إلى التراب الوطني، ورقمنة عملية العبور، ومعرفة عن نوعية السفر أو الدخول في هذه الفترة الزمنية، خصوصا من 21 دجنبر إلى 18 يناير 2000 السنة المقبلة، من أجل أن كذلك الراغبين في زيارة المغرب لحضور كأس إفريقيا للأمم أن يتم أن تكون لهم فيزا إلكترونية، وهذا يعني أن لهم تذكرة أحد الملاعب لمشاهدة